سوريا. هذول الجماعة معظمهم نازحين من مناطق القرى العلوية في سوريا، وأولادهم وأبنائهم وأخواتهم تعرضوا إلى القتل. ذبح علني، ذبح بالسكين، يذبحوا قدام أهله. آخر حادثة 5 من عائلة واحدة بحي السبيل بحمص، بعد ما أخذوهن وقتلوهن أجوا يدفنوهن، ما خلوهن يدفنوهن، وصلنا لمرحلة ما عاد فيك تدفن الشهداء تبعونك، ما عاد فيك تصلي عليهم. هذا بداية من إسقاط النظام بالبداية فادوا لتصفية عرقية. حقيقة بهذا اليوم اللي فادوا فيه راح أكثر من 200 قتيل، مليان قتلى بالأرض طامرين طمر، حطوا التراب فوقه، ما ضل بيت ولا ضل حارة ولا أكلوا قتل. أنا من أحد الناس اللي أكلت قتل، قسم يخلون يعور ويقلدوا صوت الحيوانات. طب أنا مدني، أنا ليش بضربوه؟ تصفية عرقية بالمشفى، كل شيء واحد علوي يصفوه بأرضه. حتى هذا مكان دخول، هذا ما كان رصاص. ها ليك هاي مكان الخروج. اخذوا الاولاد صاروا يتحققوا منهم انتم علوي، وقال له علوي قاموا ضربوا اولادي وكحشوا. امان، اهم شيء الامان، اهم من اي شيء. شعار هني علوي مسيحي على بيروت، العلوي على التابوت. ليش الحين خفتوا انه وجوهكم تطلع في الكاميرا؟ من عائلات سوريا يروحوا يقتلوا اهالي. انا هربت بين الاحراش انا وجوزي وقطعنا على النهر واجينا هيك بثيابنا. هو عنده سجون اوسخ من سجون النظام. جيش الاسلام فصيلين، في الذئاب الرمادية هي تابعة للمخابرات التركية، الذئاب الحمراء هدول حاطين مع علم داعش، وبيطلعوا بكل وقت عالميا بيطلعوا مع ورا الاعلاميين انه جايين انه تطهروا الساحه. وعلم الاسود جبهه النصره.